السلام عليكم. تو باش نحكيو على هذه كما نعرفو الناس الكل اللي هي خريطة تونس. به. انا جيت مرة الاول هكي لاحظت حاجة بقيت مستغرب فيها. به. اللي هي هالبوان كحلة هذيا اللي كي نشوفها هكايا نزيدو نحطها هكا اقرب. به. هذه توا عنا 2 كيلومتر على سطح الارض. به. نعاودو نرجعو لتالي باش نركزو معها اكثر. به. شوفوا لي البوان نوار هذيا هاي مازالت موجودة برابول لمدينة كبيرة، معناها بحيرة كبيرة ياسر. باهي نشوفو شنو هالحاجة الكحلة هذه اللي عنا في تونس. باهي نحنا توا على بعد 100 مترو من البلاصة هذي. هذي 100 مترو، 100 مترو فوق سطح الأرض. نعودو نرجعو شوية لتالي كما نشوفو لهنا. توا 200 عنا، توا هكايا 500. توا على بعد 500 متر على سطح الأرض نشوفو البلاصة هذي. يقول القائل على بعد 500 متر من سطح الأرض وتجي الطول متاعها هكايا، معناها الطول متاعها أكثر من كيلومتر ويفوت الكيلومتر. هذه الحدود مع الجزائر، معناها البارتي هذه تبع تراب تونس. هاي في وسط الصحراء هذيا. هذا يا خويا البترول اللي عنا في تونس. نحنا في تونس عنا بترول خارج على برا من سطح الأرض، معناها مش يلزمو تنقيب وشركات استخراج واحد، لا، بترول خارج على برا. تجيها الشركات هذيا تلمو وتخرجوا من تونس، وانت يا شعب تونس اضرب النوم. هاي باهي نحبو نوريو على الطول متاع البارتي هذيا وطول المطار هذا اللي عاملينه لهنا، اللي هو ها هو طول المطار. وهذا البركة متاع النفط اللي دايرة لهنا. هذه قناة معدين فيها البترول، هاي تخرج من هنا. هذه كلها قنوات متاع بترول نشوفوهم اللي هو كلهم مربوطين بالبركة ذوما. تورج هذايا. نعم.
شوف ايش عنا في تونس. مم. الحاصل شوف القنوات هذوما اللي يتعداو، هكا ويقولك تونس فقيرة وما عندهاش فلوس، وشركة البترول تنهب فينا جهر بهار. هاي السلام عليكم، إلى ملتقانا في بير آخر متاع بترول. وعلى فكرة